في واحد كافر برب العالمين، وكافر بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكافر بالقرآن الكريم. هذا الرجل الكافر رجل أجنبي لا يستطيع أن يقرأ أو أن يكتب باللغة العربية. هذا الرجل قرر أن يتعلم اللغة العربية، زي ما واحد مصري مثلا عايز يتعلم اللغة الإنجليزية فبيتعلمها وبيتقنها. هذا الرجل الأجنبي أراد أن يتعلم اللغة العربية. سبحان ربي، هذا الرجل أتقن اللغة العربية إتقانا جيدا جدا، حتى أنه يستطيع ويتمكن أن يقرأ باللغة العربية وأن يكتب باللغة العربية، وإذا حدثته باللغة العربية يفهمك. هذا الرجل ذات يوم كان يجلس في مؤتمر عظيم وكبير جدا في ولاية من الولايات. المهم، كان هناك رجل مسلم في هذا المؤتمر، فلما علم هذا المسلم أن هذا الكافر تعلم اللغة العربية، انت عارف يعمل معاه ايه؟ ذهب إليه وسلم عليه وأعطاه كتاب رب العالمين المصحف وانصرف. بس اديله الكتاب كده ومشى. هذا الرجل الأجنبي لما فتح القرآن علم أن هذا هو مصحف المسلمين، تمام؟ ولكنه لم يقرأه قط، عمره ما قرأ المصحف. هذا الرجل لما فتح أول صفحة جنب سورة الفاتحة، سورة إيه؟ سورة البقرة. بدايتها إيه؟ ألف لام ميم. هذا الرجل قرأ أول سطر، مش هقول لك قرأ الصفحة كلها، أول سطر. قرأ قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتعجب القوم، تعجب الناس الذين كانوا في المؤتمر ونظروا إلى هذا الرجل فوجدوه يبكي. الله، استغربوا جدا وتعجبوا جدا، فقالوا له: أيها الرجل، ماذا حدث لعقلك؟ انت حصل لك ايه؟ انت ما قرأت إلا سطرا واحدا من هذا الكتاب، لماذا أسلمت ولماذا نطقت شهادتين؟ تعرف يقول لهم ايه؟ افتح لي قلبك كده واسمع كلام هذا الرجل. تعرف يقول لهم ايه؟ قال لهم: أسلمت لأن أي كاتب كتاب أو أي مؤلف كتاب تجد أن هذا المؤلف في مقدمة كتابه يعلن عجزه وتقصيره. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول أنا أسلمت لأن أي مؤلف في العالم إذا ألف كتابه تجد أن هذا المؤلف في مقدمة كتابه يعلن عجزه وتقصيره، ويقول: يا من تقرؤون كتابي، سامحوني إن حدث مني خطأ أو زلل أو نسيان، سامحوني على ضآلة المادة العلمية، إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قال في مقدمة كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش فيه غلطة واحدة.